اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده كده جايه لكم بفكره جديده كده وحلوه وموفره في نفس الوقت. تمام، ده ربع كيلو من البانيه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا، الربع كيلو يا دوبك طلع 4 قطع. ادي اهو قطعه تانية تالتة الرابعه كده زي ما انتم شايفين. احنا هنحول ال4 قطع دول ل10 قطع من البانيه. تمام، احنا هو طبعا غاسلين البانيه كويس جدا وعاملين له مع حلول نقع يعني، وشاطفينه كويس جدا. جبنا كده السكينه وهنقطعه كده قطع صغيره. تمام، اكيد مش هي دي قطع البانيه يعني اللي انا بقول لكم عليها الصغيره دي، لا طبعا. احنا هنقطعه كده مكعب صغير عشان يبقى سهل الفرم علينا. تمام، وهنجيب كبة الخلاط العادية خالص وهنحط فيها كده البانيه اللي احنا قطعناه ده. تمام، انا قطعت كده قطعة، هقطعه بقى كله وارجع اوريهولكوا اهو. بصوا ال4 قطع اهم زي ما انتم شايفين. ده بقى اللي هو الكريسبي. تمام اهو، بصوا ده الكريسبي. انا عامله طحناه في الكبه قبل الفيديو. بصوا عباره عن حبيبات كده سميكه شويه، فعشان ما يبقاش ناشف قوي فهطحنه شويه كده يعني. تمام، عايزين بس لو عملتوه بيه زي ما هو كده هيبقى ناشف. تمام، اللي في الصينيه ده انا طحناه. هطحن بقى البانيه كده. تمام، هو بيبقى ناشف جدا الكريسبي فلازم نطحنه شويه. او انا كده هفرم ال البانيه كده الاول. ودي كوبايه من البقسماط. هفرم البانيه الاول، طبعا اقتصادي وعلى قد ايدينا. طبعا انتوا عارفين البانيه دلوقتي وصل كام، فان احنا نجيب اقل حاجه نص كيلو، كيلو الربع عشان ناكل طقه. طبعا انا والاولاد وباباهم، فلازم نتصرف كده يعني ونمشي حالنا في الغلو اللي احنا فيه ده. ربنا يرحمنا برحمته. احنا كده بنفرم البانيه زي ما انتم شايفين في الكبه اهو. بصوا طبعا شايف واضح قدامكم اهو. بصوا اتفرم طبعا خالص. طبعا اللي مش عنده كبة يعني، ولا كبة عادية ولا كبة الخلاط، يقدر يحطه في كيس، بس كيس من اللي هو الناشف شوية اهو. ده اللي المفروض الفرم يبقى عليه يعني. ماشي، كيس ناشف شوية وبالمخرطة كأنك بتخرطي ملوخية، هتلاقوه برضو اتخرط معاكم بس هياخد وقت شوية. تمام، انا كده بعد ما خلاص ده طحنته ووريتهولكوا كده، هنزل بنص كوباية البقسماط. تمام، وهشوف برضو وهعجن يعني، هلفها واشوف هي عايزة تاني ولا لا. تمام، بصوا اهو حطيت النص كده زي ما انتم شايفين، وهطحن بقى الكلام ده كله مع بعض اهو. هنا الكبة كانت معكساني شوية مكانتش هتقفل، هقفلها كويس وارجع لكم اهو. طبعا انا عندي الاولاد وفي كل بيت مصري يعني الاولاد بتحب الحاجات دي جدا، بتحب الحاجات الجاهزه اللي هو الهمبرجر، الكنتاكي، الحاجات دي كلها الاولاد بيحبوها جدا. فطبعا حاجه منهم يكونوا بيحبوها وفي نفس الوقت موفره علينا شويه في الغلو اللي احنا فيه والاسعار اللي احنا فيها. لازم طبعا نعمل حاجات اقتصاديه بحيث ان احنا نعرف نمشي امورنا اهو. بصوا انا طحنت الربع كوبايه بقسماط، قصدي نص كوبايه بقسماط. تمام، انا خدت نصها زي ما اوريكم اهو. بصوا هحاول اوريكم قطعه كده اهو. بصوا بتبقى عامله زي العجينه كده، بس هي ما كانتش ملزقه معايا، بالعكس كانت عايزه بق ميه فحطيته لها خالص. ده خلاص طبعا مش هناخد يعني بقيه الكميه دي مش هنعمل بيها حاجه طبعا، هنشيلها بقى.
هفضيه في حاجة وارجع لكم. بصوا هنا انا فضيته. تمام. حبيت اوريكم شريط الليد ده. بصوا اللي هو بيتحط على الالمونتين كده. بصوا مدي شكل حلو قوي، وفي نفس الوقت مدي معايا اضاءة. تمام. اهو ده انا اللزق لازقاه كده اللي انا بالسيليكون لازقه ده، بيه، ده السيليكون ده لزق كويس كده دبل جدا. فيس، لازقه بيه شريط تمام. الليد ده انا كده، لازقه بيه كده، ولازقه ولازقه بيه بيه ستاره الستاره. الحوض. فهو كويس جدا وممتاز صراحه. دي البقره كانت عامله 25 جنيه، فحبيت ان انا اوريه لكم بمناسبه ان انا ايه يعني منوراه. تمام. عشان خاطر الاضاءه تبقى كويسه معايا. هنرجع بقى طبعا نشوف كنا بنعمل ايه. اهو بصوا. تمام. دي العجينه اهي. انا حطيت لها بقماش زي ما قلت لكم، لاني لقيتها ماسكه بس ما اتحطش معايا في الفيديو يعني. حطيتها بحيث ان انا عشان اعرف اتعامل معاها. بق ميه صغنن خالص يعني، مش محصل حتى معلقتين ميه او معلقه ميه. تمام. هنا بقى بنحط التوابل زي ما انتم شايفين كده. حطيت ملح وفلفل اسود. تمام. واحط لسه بقيه المكونات. ده توم باودر معلقه صغيره من كل حاجه. تمام. معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، المعلقه اللي معايا دي صغيره شويه عن معلقه الشاي. فانتوا ممكن تحطوا معلقه الا ربع من اللي هي معلقه الشاي. دي صغيره شويه. تمام. دي المعالق اللي بتيجي كده في بكاوي الشاي، فهي صغيره شويه. تمام. انا حطيت توم باودر وبصل باودر، والاصفر ده كاري. تمام. ونص مكعب مرقه. مكتروش عشان متحدقش منكم، وقللوا الملح. تمام. عشان ما تحدقش يعني. كفايه اللي هو البتاع ده اللهم صل على النبي. المرقه الماجي دي بتبقى مالحه. ومعلقه صغيره كده من البيكنج باودر عشان تدي هشاشه من جوه معانا. تمام. وهنبتدي بقى نعجن الكلام ده كله ببعضه. بصوا هنا كانت ماسكه، انا ما كنتش لسه هنا حطيت الميه، بس انا حبيت اعرفكم يعني. بصوا ماسكه ازاي. فاحتجت معلقه الميه اللي قلت لكم عليها. هنا خلاص كنت عجنتها. تمام. هوريكم طبعا لازم نبل ايدينا كده بشويه ميه عشان ما تلزقش في ايدينا ونبهدل الدنيا. تمام. هعملها كده زي كوره. طبعا تقدروا تعملوا الشكل اللي انتوا تحبوه، بس انا حبيت اعمله بنفس الشكل اللي هو البانيه بتاع الشركات، اللي هو احنا بنجيبه من بره عامه. ما بنبقاش عارفين هو اصلا هو معمول على ما اظن يعني ما بيبقاش فيه فراخ خالص. بس طبعا الاولاد بيحبوا الحاجات دي. فاحنا كده برضو عملناه لهم، محطوط فيه فراخ وكل يعني كل حاجه كويسه وصحي، ما فيهوش حاجه مضره يعني. احنا كده بنظبطها بالشكل اللي احنا عايزين. طبعا الشكل ده على حسب الرغبة وعلى حسب الشكل اللي انتوا تحبوه، بس انا حبيت زي ما قلت لكم اعمله بنفس الطريقة. تمام. طبعا انا مش عايزة ان انا احط في الكريسبي وارجع عشان ما ادخلش الكريسبي في العجينة بتاعته. فهخلص اشكل الكمية كلها بنفس الطريقة كده. اهو بصوا. هي بتاخد وقت شوية يعني ايه عشان تطلعها مظبوط شوية. طبعا تقدروا تعملوا الشكل اللي انتوا تحبوه. اهو اجيب طبعا صينية تاني واحط فيها عشان ما ادخلش دم ده. هخلص بقى اعمل واحدة كمان واخلص بقى الكمية كلها، ونرجع نشوف تاني هنعمله مع بعض. طعمه تحفة والله، احلى من اللي بنجيبه كمان من بره. جربوه او اولادكم هتدمنوا. هت... هتقعد انا عجالي عملت لهم. لو اقول لكم عملت لهم ده، وتاني يوم عملت لهم تاني ربع كيلو تاني، بسبب ان هم حبوا طعمه جدا يعني. فهم الاولاد عندكم هتتبسط منه، وهتبقى اكله كده معتاده وفي نفس الوقت موفره. طبعا انتوا عارفين البانيه وصل 160 و170 يعني، مش كل المناطق. الحمد لله على كل شيء. اهو طبعا عملت لكم واحده تانية اهو.
هخلص بقى الكمية الحلوة اللي قدامي دي وارجع لكم. طبعا الربع كيلو مع كوباية البقسماط، مع نص كوباية البقسماط عمل لنا 10 قطع. تمام، من 4 قطع بانيه عملنا 10 قطع بانيه الشركات. تمام كده، احنا كده جبنا اللي هو الكريسبي ده اهو، نحط فيه كده، نتعامل بقى براحتنا. خلاص احنا ايدينا مش هتتعص عجين تاني يعني. اهو كده نفس الطريقة. بصوا انتوا ممكن تقولوا على كده يعني تحطوه زي ما انا حطيته كده وتطلعوه تقلوه، لكن انا حاسه ان هو يعني الكريسبي ما يمسكش فيه كويس، او مش هي دي الكميه اللي انا عايزاها تمسك فيه يعني. فانا هعمل ايه؟ بصوا انا هوريها لكم برضو اهي. بصوا مش ماسكه فيه كويس، فجبت كده طبق صغير، حطيت فيه شويه من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، ونزلت كده بالكريسبي فيه اهو، بالبانيه فيه كده، وطلعته تاني اهو، بحيث ان هو ايه ياخد كريسبي كده طبق حلو، تغطيه بحيث ان هو ما يتحرقش معانا، وفي نفس الوقت يبقى طعمه حلو. دي حاجة بقى على حسب ما تريحكم انتوا اهو. بصوا القطعة بقت حلوة وماسك فيها ازاي اهو. هعمل واحدة تاني برضو معاكم اهو بنفس الطريقة كده اهو. بصوا مش ماسك كويس، شايفين ازاي؟ فبحط هنا كده واروح قلبة على الناحية التانية بسرعة، مخليهاش يعني نتكسر فيه، وفي نفس الوقت برجع اهو كده اعصر تاني كده كويس. بصوا شريط الليد مدي اضاءة حلوة على الرخامة، وفي نفس الوقت منور معانا كده في الفيديو اهو. كده انا عملت التانية. تمام، هعمل بقى القطعة بقية الكمية، قصدي القطعة بقية الكمية اهو. بصوا انا كده عملت خلاص ال10 قطع، عملت للاولاد كده وجبة عشا حلوة اهو. جبنا بقى الطاسة بتاعتنا، ومش لازم زيت غزير ولا حاجة، زيت عادي. طبعا من هنا بجس الزيت بشوفه سخن ولا لأ. اهو كده ابتدى يسخن الزيت معانا. هنزل بقى كده بالقطع اهو زي ما انتم شايفين. والله العظيم طعمه جميل جدا جدا جدا. انا عن نفسي وعن اولادي يعني ده، وقالوا لي يا ماما ما تجيبوش من بره تاني، اعمله لنا على طول. فصراحة اضمن يعني ان انا اعمله لهم اهو. كده استوى من تحت، هقلبه بقى معاكم. بصوا انا حبيت اوريكم شكله، بصوا عامل ازاي، بصوا تحفة. هقلبه بقى على الناحية التانية كده. هنا قلبته وطلعته. تمام، احط غيره اهو. كده خلاص خلصت الكمية كلها. بصوا عملنا 10 قطع تحفة، والطعم تحفة، والشكل كمان تحفة. يا رب يكون عجبكم الفيديو. بصوا تحفة، بصوا من جوه عامل ازاي، وطعمه جميل جدا. لو عملتوها اولادكم هيحبوه جدا. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واستنوني في فيديو جديد.
لو وصلت لغاية هنا صلوا على النبي. استنوني في فيديو جديد. باي باي.